المكان بتاع لكم كتير. انا مسميه ملاحظه حاسمه فعلا بنعتز بيها كلنا كاعضاء جروب محب الصيد وكاهل اسكندريه عموما وكمصريين عموما بجميع انتماءاتهم. مفاجاه كبيره جدا جدا وتشريف يعني عالي المقام. وطبعا انا مش عارف بصراحه، والله حاولت ان انا يعني اجيب كل الانجازات بتاعته، انجازات كبيره جدا، فانا مش عارف ابدا منين او اقول ايه او الكلام يبقى ترتيبه ايه. بس يعني مش عارف والله، صعب. حاولت اكتر من مره ان انا اكتب، اجمع كلام، اقول مثلا يعني حد يجي معاك مثلا اديله فكره. هو كابتن مصري، شرف لينا وشرف للمصريين، سافر للولايات المتحده للحصول على دوره الغواص الرجالي. كان بيستعد لعمل شيء معين من سنه 2010 لحد لما ربنا وفقه حققه لنا جميعا، مش يعني جميع بلاد العالم كتبت عنه، وفخر كبير جدا جدا ان هو يكون متواجد معانا. بكررها اكثر من مره. شخصيه محترمه جدا. اول ما بلغته ان في حاجه زي كده هو تواصل معايا، رحب جدا. بالاضافه ان هو كان عميد في القوات المسلحه، عميد متقاعد في القوات المسلحه، وكان في فرقه الثلاث سبعات. اشياء كثيره جدا جدا. انا خايف ان انا انساها، خايف اقول ان البطل ده فخر لينا، البطل ده غامر بحياته، والله اعلم كان ممكن يطلع لنا تاني. غامر بحياته فعلا في سبيل ان هو يرفع علم مصر في كل العالم. بلدان العالم كلها اتكلمت عليه، الصحف العالميه كلها اتكلمت عليه. حاجات كتيره جدا جدا انا والله ما عارف ان انا اقدمه بيها، مش عارف الصوره اللي انا بقدمه بيها مثلا تليق بيه. طبعا هو اسطوره الغواصين زي ما هو ظاهر قدامكم كده، هو اسطوره الغواصين الكابتن احمد جابر. نزل 332 متر علشان يرفع علم مصر فوق. انا عشان المفروض ان انا من القاهره مخصوص، وانا حقيقي مش عارف اقول له ايه غير ان رفعت اسم مصر، وعشان خاطر يرحبوا بيه ترحيب جامد. اتفضل يا جماعه. بدأت أدرس فاشن. الفاشن بالنسبة لي أنا ظابط، الفاشن بالنسبة
عدد، فعلشان اتغلب على العدد بتاعي فكان لازم دراسه عدد في الاول رقم واحد. فهو كان دراسه فشل دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي قبل ما ادرس نجاح. الفشل مع صاحبي لحد ما عرفت ايه بالظبط اللي هيفشلني وبدات ما اعملوش، لحد بعد كده بدات ادرس نجاح. رقم واحد علشان انجح في الغطسه ديت انا محتاج امكانيات. الامكانيات ديت كانت امكانيات تيم، كان فريق عمل كامل، تخصصات مختلفه، محتاج مهندسين، محتاج غطاسين كويسين ذو خبرات معينه. طبعا انا فخور ان انا مصري، بس كان الموضوع بالنسبه لي كان ابعد من كده. قبل ما ابص على باسبور مين اللي هيساعدني او مين اللي هيعمل لي، محتاج ابص على كفاءته الاول، وده كان مهم جدا بالنسبه لي. اعتبرت نفسي محظوظ في الاول، لان كان في تلامذه ليا او ناس درستهم كانوا وصلوني شخص كان مهم جدا بالنسبه لي، او كان نقطه محوريه في حياتي. هو فرنساوي اسمه ديديه مارو، ده مصور في قناه ناشونال جيوغرافيك. قابلته في المطار من اكثر من سنه ونص، وقرر في الوقت دوت ان هو يعمل فيلم عالمي. الفيلم هو اسمه ذا ديبست ايفر او الاعمق على الاطلاق، دوت هيتذاع في 2015. هو ده معايا من سنه فيلم مش على الرجل بنفسه، على الفيلم هو على الراجل اللي بيحاول يكسر الرجل. الاول طبعا بنحدد مكانه، بنحدد الوصفه بتاعتي ما كانتش هتبقى فيها. الموضوع بالنسبه لي كان هعمله في البحر الاحمر، هعمله سفاجه في الاول خالص، وبعد كده رحت المكان غلط في الاول، وبعدين رحت المكان غلط، رحت مكان تاني. اجلت الرقم او اجلت المحاوله بتاعتي كانت 5 مرات، لدرجه ان الناس افتكرت ان انا نصاب في الاول، افتكروا ان انا عندي بدور على اهتمام اعلامي. ده طبعا كان تماما بعيد عن الاجنده بتاعتي، ما كنتش بفكر، يمكن الناس ما عرفتش مين احمد طاهر غير بعد ما عملت تجارب. انا بعد ما اخلص من زمان فكرت ان انا بحاول اعمل فلوس زياده، ان انا ابدا اخد زباين من الناس علشان اعمل كده. ده طبعا ده كان بعيد عن اهدافي وعن الاجنده بتاعتي تماما. كان 27/6 في الريكورد ده اللي كان مخطط له اخر حاجه، وبعدين للاسف ان انا حصل لي حادثه مريعه فقدت فيها اعز اصحابي. كان 15/9/2018، فكان مهم جدا بالنسبه لي ان جسمي يتشافى تماما. فاجلت الريكورد من 27/6 بقى 18/9/2014، فانا كنت نفسيا كنت مؤهل تماما ان انا اعمل غطسه في اليوم ده. اعداد الغطسه كان في جزء مهم جدا، او كان في جزئين، او كان بينقسم لجزئين. كان في جزء بدني، وده ما كانش فيه مشكله خالص. انا بلعب رياضه كمان وانا طفل صغير، فما كانش فيه مشكله خالص ان انا ابدا اعود جسمي على حاجات، او ان انا اسمع جسمي بيقول لي ايه، او ان انا ابدا اللي هو شعور التفاصيل البسيطه اللي هي ممكن، او التغيرات البسيطه الفيزيائيه اللي ممكن تحصل في جسمي اثناء الغطسه. وكان لازم اخد قرار سوي تماما، سواء ان انا هقدر اكمل او مش هقدر اكمل. وده يعتبر الريكورد بالنسبه لي كان اسلوب حياه كامل. بصحى الصبح بدري، بنام، ما بدخنش، ما بشربش، ما بسهرش، بحب اقرا، بحب ادرس. كان دراسه في الاول وفي الاخر. كنت عايز اقول الجسم البشري ممكن يوصل لحد ايه او لحد كام. طبعا يعني كنت رافع، يعني قعدت ادور على اسئله وقعدت ادور على اجوبه كتير جدا، وفشلت ان حد ممكن يلاقي لي اجابه شافيه وافيه كافيه عافيه ترضي فضولي كباحث. اعتبرت نفسي باحث يعني بعد اذنكم يعني. وبالفعل قررت، قلت انا محتاج ان انا محتاج امكانيات بدنيه معينه، محتاج امكانيات نفسيه معينه. بدات العب يوجا، مع ان انا ما كنتش مؤمن باليوجا تماما يعني، لحد وقت قريب جدا حسيت بفرق يعني. بدات اعمل تدريبات تنفس، بدات الاحظ اي تغيرات في النفس بتاعي بيسبب لي توتر. وقررت يعني في اليوم دوت ان انا هو ده يبقى الريكورد بتاعي. وصلت في اليوم دوت كان 18/9. كان في مشاكل قابلتني شويه في التصاريح والداريات بتاعت الغطس نفسها، بس الحمد لله اتغلبنا عليها يعني في الاخر خالص. ما كانش في مشكله يعتبر، ما كانش في مشكله حيويه تعتبر يعني، لكن هو اتعرض عليا في نفس اليوم بسبب المشاكل اللي حصلت في الداريات ديت ان انا اجل تاني. وكان قراري في
اليوم دوت ان هو لا مش هينفع اجي، انا كنت نفسيا كنت جاهز في اليوم دوت ان الريكورد لازم يتعمل. بالفعل الساعة 10:30 الصبح نزلت المية. كان في مشاكل طبعا برضه، كان الظروف الجوية ما كانتش سامحة في اليوم دوت ان هي تتعمل الغطسة. كان في طيار، انا الجدول بتاعي كنا جايبينه كنا دخلناه على كذا برنامج، ووصلنا ان احنا نجيب غازات، ما نستعملش غازات، ما نستعملش الهواء العادي اللي هو الغطس العادي اللي احنا بنستعمله عموما، كنا بنستعمل مخاليط مركبات من الهيليوم والاكسجين والنيتروجين. ده بيسمح لي ان انا انزل اعماق اكبر. بالفعل وصلت، انا كنت مخطط 350 متر، ما نزلتش 350 متر. كان في حادثه ممكن تحصل لي كانت بسبب تنفس غاز الهيليوم. الهيليوم غاز خفيف جدا بمنتهى البساطه يعني، فبيخش في الجسم مع زياده الضغط بيخش بسرعه عاليه جدا في الجسم، فببساطه جدا ما بيحصلش، ما بتقدرش تسيطر على اطرافك، فلازم بتقلل من سرعه النزول بتاعتك. ودي كانت مشكله لان انا مرتبط بوقت نزول معين. لو عديت وقت النزول دوت كان لازم الف وارجع تاني، فمش هقدر اكمل. فوانا نازل في الغطس ديت كان في طيار سطحي. الطيار السطحي دوت كان موجود لحد 50 متر، ما كنتش عارف انزل، فقررت في الاخر انا هلغي الغطس، مش مشكله يعني هعملها وقت تاني، مش هو ده اليوم المناسب ومش هكمل بحياتي، وفي الاخر هو مش انتحار. ونزلت بالفعل لحد 50 متر، وعند 50 متر بحسن الحظ ان الطيار السطحي دوت انتهى تماما، وبدات انزل فزودت من سرعه النزول بتاعتي. وهو ميزه وعيب في نفس الوقت، يعني هو ميزه علشان ابدا اعوض الوقت اللي انا سبته من فوق او اللي عطلني دي بسبب طيار السطح، وعيب علشان مش هقدر اسيطر على الحادثه اللي هي اسمها الهاي بريشر نيرفس سندروم او تلازمه غطس الهيليوم، اللي هو التشنجات التصاحب دوت. كان لازم انزل بسرعه معينه، ما ينفعش ازود السرعه ديت عن ليميت معين، وده اللي حصل. كان عندي مشكله ثانيه برضه في الغطسه ديت، وكانت مشكله رئيسيه اللي هو موضوع ساعات الغطس او الدايفنج كمبيوترز او الكمبيوترز بتاعت الغطسه اللي انا هنزل بيها. ودي كانت مشكله، مفيش كمبيوترز هيقرا بعد 300 متر، ودي كانت مشكله كبيره بالنسبه لنا. فقررنا بعد تفكير طبعا كل ده باختصار شديد جدا يعني، قررنا ان احنا هنجيب حبل. الحبل دوت لازم يبقى معيار مسطره، بنزل على المسطره دي بتقول لي العمق اللي انا نزلته بالسنتيمتر. فالحل ان احنا جبنا الحبل دوت اشتريناه ووديناه جامعه القاهره يتعاير، قلنا لهم حسابات التيار في الروم دوت هتبقى عامله ازاي، حسابات التيار عامله ازاي، درجه حراره الميه او بخار الانكماش هيبقى عامل ازاي، الوزن اللي احنا هنعلقه في الحبل هيبقى عامل ازاي وشكله عامل ازاي. وصورنا الكلام ده كله وبعتناه لهم جامعه القاهره بالحبل، خدوا عينات من الحبل وعملوا لها عيار، وعلى حسب العيار دوت هيكون وحده القياس. قاسوا الحبل دوت في وحده القياس المعينه هناك، وحطوا لنا علامتين على الحبل. العلامه كانت اللي هو العلامه في حاله السكون او العلامه الستاتيك، والعلامه الثانيه كانت علامه دايناميك اللي هي بعد ما يتحط عليها الوزن. ما كانش معانا فلوس كتيره، انا كان معمول لي رعايه من جهات كتيره قوي، منهم طبعا برفع القبعه للساده اعضاء البنك الاهلي المصري. بعض البنش طبعا يعني كان دول الناس دول الدراسه ما كانتش اتعملت. بالفعل ما كانش، بس دون اقبال الناس ما يعرفونيش، ما يعرفوش الشخص اللي جاي لهم دوت، وما يعرفوني كشخص او قابلوني كذا مره ووثقوا فيا كان كويس، وكان يبدو بالنسبه لهم ان انا عندي خطه مش بتحرك بعشوائيه او ما بتصرفش بعشوائيه، فقرروا يدوني مساعده. بس كان الغطسه دي كان لازم بالنسبه لنا ان هي تتوثق، فكان قلب بالتوثيق، فكان موضوع جاهز الارقام قياسيه. كان لازم طلبنا لهم، بعتنا لهم ابلكيشن او بعتنا لهم وثيقه وقلنا لهم عايزين نعمل ريكورد في اليوم الفلاني، فبعتوا لنا طريقتين. اول طريقه ان هي نبدا نجمع لهم ادله بشهود معينين خبراء، وبعدين نبدا بصور وفيديوهات معينه كانوا عايزينها، لان كان
فيها نوع من انواع التعقيد شويه. وحل تاني اسهل ان هم يبعتوا لنا مندوب من موسوعه جنس الارقام القياسيه، مندوب موسوعه جنس الارقام القياسيه هيوثق الرصه ساعتها، هيتابع الاحداث اللي بتحصل كلها ويوثق الرصه. فايه بالفعل مندوب موسوعه جنس الارقام القياسيه وعاد قياس الحبل بنفسه تاني، وكان ماضي وحطينا علامات، يعني كانت الكمبيوتر بتاعت الغطس وقفت عند 298 متر بالظبط. فكان في علامات موجوده من شخص من الشهود محايدين تماما، كان جايب العلامات ديت ووضع عليها خبراء، كان الابطال مصطفى الصياد طبعا هو كان وكان في برضه كان في شخص تاني كان مهندس اللي جانا من الجامعه، الدكتور ايمن ونس، كان جه من الجامعه علشان لاعاده قياس الحبل. لان الحبل التقرير اللي كان جاي على الحبل كان علمي جدا، احنا ما كناش فاهمينه، فكان لازم يشرح التقرير دوت لكل الشهود كان عامل ازاي. هو برضه وضع العلامات ديت، وكان مندوب مشروع جنس اخر 10 ايام حاولنا ان احنا خلاص هنمشي بالطريقه الصعبه، لكن ما كانش معانا فلوس. كلمنا وقال موسوعه جنس العالميه مهتمه جدا بالحدث دوت وعايزين يحضروا الحدث وتقييمه ببلاش من غير فلوس. طبعا احنا جننا طبعا لما عرفنا ان هو جاي ببلاش وقصنا وتنططنا. بالفعل جه مندوب موسوعه جنس ومضى على العلامه او العلامات اللي احنا كنا عاملينها بنفسه وختمها بختم موسوعه جنس الارقام القياسيه. كنا عاملين علامات من اول 320 متر، وكل 5 متر من 320 متر ده اوريدي هيبقى ده رقم عالم، ده كسرت الرقم اللي قبل مني اللي هو 318 متر و 25 سم، و 325 متر و 330 لحد 350 متر. كانت بالمناسبه اللي كسر 300 متر في التاريخ البشري هم 3. كان جون برنت انجليزي سنه 2001 عمل 308 متر، واللي بعديه كان مونو جوميز من جنوب افريقيا من اصل برتغالي كان عنده 53 سنه، ده عمل 318 متر و25 سم، الكلام ده في 2005. واحمد جابر في 2014 18/9 عمل 332 متر و35 سم. نابليون بونابرت مش كلمه فرنساوي. احمد جابر في 18/9/2014 قال مستحيل مش كلمه مصري. او كلمه مستحيل عموما هو ده لفظ تجريدي، لفظ تجريدي لاي حاجه ما هياش معروفه. احنا بنقول صعب ومستحيل. مستحيل يعني ايه كلمه مستحيل؟ محتاجين نفكر في الكلمه شويه. الطياره كانت مستحيل، العربيه كانت مستحيل، النور كان مستحيل، كل حاجه بالاستحاله ممكن نذللها لو فكرنا فيها بشكل اقرب شويه، احسن ما نستسهل ونقول ان هي ما ينفعش وخلاص. واي حاجه قبل الدراسه وعمرها ما كان الموضوع عمره ما كان قرار شخص، الموضوع هو قرار تيم كامل. انا نزلت عشان نرجع للموضوع تاني، انا نزلت لحد 335 متر، كان الرعشه دي كانت 290 متر اللي هي متلازمه الهيليوم او الاتش بي ام اس، كان جاي عن 290 متر وبدا يزيد لحد ما وصل اقصاه لحد جبت العلامه بتاعت 335 متر، بس بسبب التيار في وجود الشهود بالكامل يعني كان معانا حوالي 20 شاهد تقريبا، اغلبهم ما يعرفوش بعض، في منهم ناس ما يعرفونيش اصلا، انا سمعت معايا اصلا يعني. وفتشت برضه من مندوب موسوعه جنس الارقام القياسيه عشان يتاكد ان هو بنفسه اللي حط العلامات على الحبل قبل ما الحبل ينزل الميه. جبت العلامه بتاعت 335 متر وما كنتش عارف اذا كنت عملت اديتها للاعمق غواص مساعد قابلني عند 110 متر واديتها له وطلعوا بيها وقيموا لي المحاوله 332 متر و35 سم علشان كان في زاويه ميل في الحبل.
طبعا ما قرروش ده من دماغهم، بعدوا عملوا اكسل شيت وبعتوه جامعه القاهره ايميل وقاسوا نص قطر الدايره ولقوا ان هم لازم يصمموا 2 متر و60 سم. كان جيمي هو كان اعمق غواص مساعد على 110 متر، وده اللي انا عرفته بعد الغطسه ان هم كانوا مجهزين ثلاثه سليب بلاستيك او 3 علامات بلاستيك هيبعتوها للسطح عشان يقولوا لي انا قعدت الغطسه نزلت في 14 دقيقه والغطسه كلها كانت 13 ساعه و50 دقيقه تقريبا 14 ساعه عشان اطلع. استعملت 93 تانك في الغطسه دي وكنت باكل واشرب تحت الميه. كان اكل اطفال عايز صلصال وموز. كانوا مجهزين 3 علامات. اول علامه كانت سوداء، دي معناها ان هو نزل وما لقانيش، ان انا خلاص خفيت، هو هينفذ البروفايل بتاعه وهيبدا يطلع. العلامه الثانيه كانت صفراء، دي معناها ان انا لقاني بس ما عملتش الريكورد وما عملتش الرقم، او حالتي البدنيه او حالتي الصحيه كانت تعبانه. في الحاله ديت هيبدا يكتب ايه اللي حصل بالتحديد او حالتي عامله ازاي وهيبعتها للسطح وهيبدا ياخد راي التيم الطبي عشان يبعت لي حد تاني عشان يبدا يتعامل مع الحاله الطبيه بتاعتي. والسليد الثالثه ودي اللي هي بعتها فوق، دي بيضه وعليها وش بيضحك، عليها الرقم اللي انا عملته ريكورد وعليها حالتي الطبيه والعمق اللي هو لقاني عليه. فالحمد لله الريكورد اتعمل، ما كانش سهل للاسف ان في ناس دايما بتبص للاخر. الريكورد هو learning process او مرحله تعليميه كامله تبدا من الاول للاخر. الكمال انا نجحت علشان انا فشلت. عمر ما في نجاح من غير فشل، لازم تفشل علشان تنجح. انا بقيت لو انتوا اعتبرتوني طبعا ذكي عشان كنت غبي، او كنت حاسس تصرف عشان كنت احمق في وقت من الاوقات. فهو الكمال دايما بيبقى في النقص. لو انا تصورت ان انا كامل ان انا هبقى اسمي مغرور، والغرور هو بدايات فشل. انا ما بعرفش اتكلم كويس يعني على قد ما قدرت يعني، بس انا هكون سعيد ان احنا نخليها مناقشه مفتوحه يعني. فاي حد عنده اي سؤال انا سعيد بالسؤال بتاعه. اي سؤال؟ كان ايه بعد 300 متر بدات ان انت بتحقق الرقم اللي انت كنت قادر تحققه؟ هو الاحساس احساسي ان انا نزلت او عملت ريكورد هو ما كانش ينفع. الاحساس ده كان رفاهيه بالنسبه لي يعني، ما كانش ينفع في احساس خالص. يعني خلاص يعني في الغطس عندنا قاعده بتقول اقف وبعد كده فكر وبعد كده اتصرف. طالما بدات تتصرف خلاص ما تفكرش. فالموضوع كله انك بتعمل سيستم او بتعمل نظام وبتخلي النظام يشتغل لوحده، مش محتاج تفكر كتير في اللي انت عملته. خلاص واثق في النظام، درست النظام ده كويس قوي، سيب النظام يشتغل لوحده. فالاحساس ده نوع من انواع الانسان عيله بقى، وتلاقي ابنك مامتك اهلك يقول لك طب ارجع على اللي انت بتعمله، كل دي مؤثرات بتاعي ان انا في غنى عنها دلوقتي. الموضوع ما كانش انتحار، الموضوع كان دراسه. يعني يا اما تقرر ان انت تقوم تفتح الباب اللي وراك دوت، يا اما كل الناس في القاعه هيفضلوا مستنيين حد منهم يقوم عشان يفتح الباب، وفي الاخر الباب هيفضل مقفول. فلازم حد يقرر ان هو يقوم يقف ويفتح الباب. فالموضوع بالنسبه لي المشاعر في الحاله ديت مش موجوده. يعني انت ممكن تشعر بعد ما تعمل الريكورد، يعني هو نشوه تصور نشوه انتصار طبعا مع بشر بني ادم، مش هقول لك ان انا ما كنتش مبسوط او اكبر عليك يعني، طبعا كنت مبسوط، بس قبلها ما فكرتش في الميديا، ما فكرتش في اي اجندات، ولا حتى الميديا بعد كده كانت اجندات يعني. فمش مهم، كفايه ان خليت الناس تبقى مبسوطه يعني. المصريين احنا محتاجين دلوقتي حد يقول او يبلغ رساله للناس احنا مش محتاجين قتله ومش مهديين، مش لازم يبقى في توجه سياسي او توجه ديني علشان تعمل حاجه للانسانيه عموما ولا البشريه عموما. التواضع الجميل ده ان دل على شيء يدل على ان ده تواضع العظماء من وجهه نظري. الحقيقه اللي حضرتك عملته ده انجاز يفخر بيه كل مصر.
الانجاز اللي حضرتك عملته ده يفخر بيه كل مصري، وده كان عن نفسي انا ليا خبره حوالي 45 سنه في مجال الغوص، كنت فخور جدا لاني انا اللي نفذت الكلام ده، وناس كتير قوي من بره اصدقاء ليا اتصلوا بيا وهنوني عليه. بس من ضمن الكلام كان في البيت عندي مراتي، فانا بقول لها ده عمل بوتوم تايم، يعني حضرتك البوتوم تايم كان قد ايه؟ من ليفنج سيرفيس لليفنج 14 دقيقة. 14 دقيقة ده زمن القاع، وبعدين في 13 ساعة تطلع فيها. 14 ساعة. 14 ساعة. فبتقول لي ازاي؟ يعني ده قاعد تحت المية 13 ساعة لغاية ما وصل عمق العيون، بدأ يطلع يعني ينزل في 14 دقيقة وبعدين يطلع في 14 ساعة. فأنا شرحتها لها، قلت لها لازم يكون في ووتر ستوبس ومش عارف ايه، فمشكورا يعني عشان برضه الناس تاخد فكرة الديكوبريشن ستوبس ده ليه؟ هو الموضوع ببساطة جدا. هاو ماني ستوبس والووتر والستوب تايم. يعني هو ده جدول، يعني تستعمل مثلا او نستعمل حاجة عامة يعني دي الناس كلها جربتها. دي ازازة مياه غازية، وهبدأ ازازة المياه الغازية ديت هبدأ اوجهها جامد وهبدأ اشيل الكهرباء، فايه اللي هيحصل؟ بالظبط كده، ده اللي حصل. اللي حصل دوت ان هو في الازازة بتاعة المياه الغازية ديت دي بتبقى ده غاز كامل اللي هو ثاني اكسيد الكربون. جسمنا فيه غازات خاملة كتيرة في الغاز اللي احنا بننزل بيه، برضه الغازات دي بتتراكم في الجسم، فلو انا طلعت بسرعة برضه من غير ما اعمل الوقفات ديت الجسم هيحصل فيه نفس الفوران دوت. بعكس نفس ازازة المياه الغازية ديت لو جيت شلت جزء من الكفر بالراحة فهتسمع صوت بس مش فيش تقليل هتطلع، نفس الحكاية واحدة 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 لحد ما تيجي تشيل تلاقي فيه تقليل بس مش هتبقى مش هتطلع بره، مش هتطلع بره. بالظبط ده اللي انا عملته، فان انا برضه طلعت بالراحة واحدة واحدة علشان ما يحصلش الفوران في جسمي دوت، لأن الفوران ده لو حصل هيبقى بمنتهى البساطة كأني واخد حقن هواء كتيرة جدا ممكن تخش في الدورة الدموية وتؤدي للألتهاب. فده كان جزء سواء في كومبريشن سيكنس او حاسه تقليل الضغط، يعني دي من الاجزاء او من بعض الحاجات اللي احنا درسناها. اتفضل. معلش يا جماعه انا يعني حاجه بسيطه جدا باسم اسره الجروب، وده اقل شيء والله نقدر نقدمه للكابتن احمد كونه ان هو شرفنا وجالنا بطريقه مخصوصه معانا. وبرضه من ضمن الحاجات اللي يعني ممكن تكون رمزيه بس بالنسبه لي انا كبيره، نتيجه الجروب اول واحد ياخدها هو كابتن احمد طبعا. شهاده تقدير طبعا اقل شيء ان احنا والله انا مش عارف، انا فخور جدا بيه جدا جدا. برضه كان من ضمن الاعضاء كنت قايل له جابوا حاجه بسيطه جدا مطبوع عليها اللوجو بتاع الجروب، يعني اتمنى انها تعجبه. طبعا هي حاجه خاصه بالساكين طاقيه وانت حاجه مش هتفيده بالنص، بس حاجه بسيطه فكرنا بيها. تحيه كبيره يا شباب. في مجلس وزراء، فأنب عنه رئيس حي شرق اللواء محمد عبد الرازق. فشرف كبير جدا. هو كان سيادة اللواء، هو كان حي وسط. أنا آسف معلش، رئيس حي وسط. نورتنا يا فندم والله. في برنامج كبير إن شاء الله بإذن الله ويعجبكم إن شاء الله. برضه انا نسيت برضه ان انا ارحب بالقبطان مصطفى الصياد، هو اول مدرب في الغطس الترفيهي اللي هو البادي، وبرضه كان احد المدربين الخاصين للكابتن احمد جبر، بالاضافه ان هو شارك على حرب اكتوبر، حاجات كتير جدا تقدر تقولها له. فاهلا وسهلا بالقبطان.
انا مش فاهم احكي بقى. معلش يا جماعه هنخرج هنجو السير شويه واستاذنكم بس تسمعوني، لان انا هحاول ان انا اوصفه في ابيات قليله يعني. طبعا معانا النهارده فنان مهما نوصف ونقول هنقول ما وفينا، لان اللي زي كتير بندور عليه وما لقينا. خايف اوصفه واظلمه وانسى حاجه بس اعذرني لو نسينا. عاوزين تعرفوا هو مين؟ هحاول اوصفه لكم في بيتين. هو من اجمل ما سمعت له الاذنين، بصراحه وباختصار مفيش منه اتنين. عاوزين تعرفوا هو مين؟ هو شاعر ثورجي اصيل ولونه اسمر زي النيل، بيتكلم عن كل واحد موجوع وعليل. هو عرابي وكامل وزغلول وجبران وخليل، ودول امثالهم في الزمن ده قليل. عاوزين تعرفوا هو مين؟ هو شاعر ومناضل عن الحق ابدا ما يميل، وده لانه حفيد شيخ العرب همام. ما تستغربش لما تعرف انه محامي، لانه دايما عن مصر بيحامي. ولو المتنبئ كان شافه كان اتنبئه بالمستقبل الباهر. ما هو كل ما بيسمعه بيخلي عقله حاجه، يا ترى ده ملاك ولا من البشر ساجر، على كل ظالم وعلى كل جابر. عاوزين تعرفوا هو مين؟ شاعرنا نزل الميادين وما قالش للظالم ايوه ولا قال امين، لانه مؤمن بربه وببلده اللي قال عنها في كتابه وهذا البلد الامين. عاوزين تعرفوا هو مين؟ هو شاعر منورنا ومنور قلوبنا الوليد، بارك الله في عمري ويزيد، وشرفتنا يا كبير الهواره واهل الصعيد. عاوزين تعرفوا هو مين؟ خلاص هقول في كلمتين، لا هم صفتين. هو هتسمع على مسمى في النزاهه نزيه وفي الحكمه حكيم. اقدم لكم الشاعر الكبير نزيه الحكيم. هو كان شرف كبير جدا حضرتك معانا.